الحزن للدار واحد من اصحابه، هونيك في ختيار ناطر على بابه. صف الندى الازرق يتطلع ويشهق وينطر على المفرق تا يرجع احبابه. اصبر 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 على هالحال، بكره الفرج جاي لابد له نهاية. اصبر الأم اللي غابوا أحبابها وضايع فرح أعيادها، بعيونها لون العذاب صرخة أسى عبلادها. بعيونها لون العذاب وصرخة أسى عبلادها. ومشهد حزن ما أصعبه بدموعها عم تكتبوه. وعطانا يلعب وضلوا بقانا ولادها. اصبر على هالحال، بكره الفرج جاي. والظلم مهما طال لابد له نهاية. اصبر صرخة دم المهدود بعيد أحزاني كلها، من آلامي طل النور، من صبر المر انحلى. من صرخ الدم المهدوب وعيد أحزاني كلها، من آلامي طل النور، من صبر المر اتحلى. من موت عملت الميلاد للأفراح وللأعياد، مرضيت بزمن الأوغاد. ظالم أرضي احتل، الظالم أرضي احتل. شو عاملين مظاهرات برا مخفر؟ ايه نعم مظاهرات. تفضل سيدي. شو هذا اسمك؟ وين تفضل؟ هون. هول ما بيمشوا الا بالعنف سيدنا، محاوطين المخفر. عاد سيدنا عاد. انا مكاني هون كولونيل. فزقوني، زيع ايدك يا عميل. انا العميل، رح فرجيك مين العميل، انت واللي معك. زكور اتركه. ومع الكولونيل الكولونيل مكانه ما هون، مكانه هونيك، حتى ولا هونيك، مكان اللي خلق فيه. أنا خلقت بوادي أبو جميل، يعني لبناني مثلك. فشرت. تجاوزت حدودك. بعدين لولا احترامي اي احترام يا كولونيل؟ اللي ما بيحترم ارض غيره وحق غيره وشرعيه غيره ما بيحترم حتى ذاته. كيف ازاي يحترمك ولا؟ زكور اطلع برا. سالم، انت شو بدك؟ بدي اعرف رجب وعاصي باي حق محتجزين، شو تهمتهم؟ تحريض وتمرد. بعدين انت شو دخلك؟ انا هون الشرعيه، انا اللي بقرر مين لازم يحتجز ومين لا. انت هون ولا شيء سالم. لو تظهر برات المخفر كنت بتعرف شو الفرق بيني وبينك.
في قرار بإبعاد كل واحد منهم من الضيعة الموجود فيها. من حق أي لبناني أنه يتنقل ويعيش بأي مكان بلبنان. الجنوب هلا تحت الحكم العسكري. عاصي البيروتي من بيروت صدر قرار بإبعاده على بيروت. أما رجب فبعلبك أولى فيه مثل ما بيقولوا. رجب تجوز من الضيعة وقعد فيها سنين. صدر قرار بإبعاده 3 شهور. لا لا سيدنا المظاهرات ملاهي الدنيا، شو بعمل؟ بشدهم؟ الله اكبر 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 الله اكبر. معقول منيح. عاش لبنان عاش الجنوب عاش لبنان عاش الجنوب. هيدا كله ما راح يفيد. شو هو اللي ممكن يفيد معكم؟ الحوار. ظهروا عاصي ورجب قبل كل شيء. عاصي ورجب عاصي ورجب. كل واحد يرجع لبيته. ما رح نرجع إلا ومعنا المعتقلين. المرة الأخيرة كنت رايق معكم مشان ما سبب بمشاكل. بدنا نعرف ليش محجوزين. عاصي مبعد على بيروت ورجب مبعد معه ل3 شهور. يا ناس الظلم يا ناس العدوان يا ناس الظلم يا ناس العدوان. رجب ما رح يطلع من الضيعة، هيدا جوزة ونحن معتصمين هون إن شاء الله سنة. ما في إبعاد للبناني عن وطنه. يا أهل عين الصقر، أنا وياكم والشرعية والدولة معنا. ما حدا راح يتحرك من المخفر إلا ما يكون عاصي ورجب معنا. هيدا آخر إنذار بوجه لكم إياه. سامعين؟ هيدا انذار اخير. انذار شو؟ انت وياه رح تفتح النار على العزل، على الابرياء، على النسوان والاطفال. ليش انت وياه شو؟ مش رجال؟ اصغر طفل بعين الصقر قد 100 رجال. يحيى الشيخ أبو غسان. يحيى الشيخ أبو غسان. يحيى الشيخ أبو غسان. فليسقط الظلم. فليسقط الظلم. فليسقط الظلم. يا جماعة روقوا، هيدا كله ما بيجيب نتيجة. شو هو اللي بيجيب نتيجة يا مختار؟ أنا هون مش ساعتين عم حاول اقنع الكولونيل انه يفرج عن رجب وعاصي، ما في فايدة. ما رح نتحرك من هون إلا وأجرنا على أجرهم. بدكم تقوصوا. آخر إنذار قبل ما يوصوا عليكم. يا جماعة الكولونيل ما بيمزح، ونحن كمان ما بنمزح. هيدا أمر عسكري، بترجاكم الهدوء. أمامكم خيار من 2، أو عاصي ورجب بيفلوا عن الضيعة أو بيطلعوا على المعتقل. لا الا المعتقل. دخيلك شيخنا، خليهم يبعدوه بس ما يأذوه. رجب مبعد ل3 شهور بس، والاستاذ عاصي هو خبرني انه كان بده يرجع على بيروت. أمامكم دقيقة لحتى تقرروا. يا كل واحد بيرجع على بيته يا ما رح يلاقي بيت يرجع له، واللي بيبقى هون رح نقوص عليه. ما تصدوا على الحكي. انبنى صدوا. نحن ما بنتهدد. باقي نص دقيقة. دخيلك شيخنا دخيلك. لا حيعملوها. ما بعتقد. ببوس اجريكم فلوا. باقي 20 ثانية. احكي لك كلمة مولانا، حرام عليك. يا جماعة سمعتوا اللي قالوه، اللي بده يفل يفل، كل واحد مسؤول عن نفسه. لا بترجيكم. لا باقي 10 ثواني. بدي اياكم تسمعوني منيح. مع تقديري وشكري انا وخيي رجب لعاطفتكم ولانكم بتحبونا،
بدنا نطلب منكم ترجعوا على بيوتكم برواق. يا جماعة، يا أهلنا اسمعوا اللي عم بيقولوا الأستاذ عاصي للآخر لحتى تفهموا بأي وضعية نحن وأنتوا هلأ. المحتل واللي موافقينه على احتلاله وماشيين بركابه بيعتقدوا انه العنف بيثبت احتلالهم وبيسكت الناس. والعنف تبعهم ما له حدود، ما بتفرق معهم كم طفل يقتلوا، كم عائلة يشردوا، كم بيت يهدموا، أو حتى كم طفل يتموا. واللي عم نشوفه لحد هلا يمكن الاطفال يصيروا الضحايا المباشره لعنفهم. ونحن ما راح نبعد كتير، بيروت فشخة من هون، ما هيك يا زكور؟ ونحن رح نبقى بالبلد ورح نرجع، ما في فرق بين مطرح ومطرح تاني بوطننا. ومهما طالت مده الابعاد فهي بعمر الاحتلال، والتاريخ بيقول انه ما في احتلال بيدوم طالما في شعب عم بيقاوم. ونحن من هالنوعية يا أهلنا، ورح نبقى هيك بكفي. شو قررتوا؟ يا جماعة، سمعتوا اللي قالوه، وتجاربنا معهم بتأكد انه كلام عاصي ورجب صحيح. كل واحد يرجع على بيته. من شان خاطر الأستاذ عاصي ورجب، ولأنه اللي قالوه صحيح، وتجربتنا معهم بتأكد انه اللي قالوه عاصي ورجب صحيح. نحن ما عنا نسوان تبكي يا محاسن، والصبر طيب، ورجع لك بغصب عن الكل. يلا ولا يلا لجوا لجوا لجوا. المنظر روعة من عندك هذا. بيك بيعرف انك جاي لعندي؟ قلت لك شو القصة وكيف جيت على بيروت وانقطعت. بعتقد لو كنت خبرته ما كان وافق. ليش بالضبط؟ خال، بدي اسألك سؤال محيرني من سنين. الخال والد، اسأل بدون حرج. شو اللي بينك وبين بيي؟ أنا ملاحظ إنه الود مقطوع بيناتكم وما بيحب يسمع حتى سيرتي. ما كان هيدا قصدي. حكاية طويلة، من أيام ما كنت مقيم بالضيعة. فيي أعرف على شو كان الخلاف؟ الخلاف كان على شيء صغير كتير وكبير كتير. اختلاف جذري يا مختار. نعم، بختلف معك اختلاف جذري. على شو مولانا؟ على الأسلوب. أي أسلوب؟ اللي عملوه رجب وعاصي عين العقل أو لا؟ شو رأيكم؟ بصراحة كان ممكن يصير مجزرة. وهيدا إلياهم ما كان حيتراجع، وجهه كان بيقول هيك. طبعا يا منصور، لأنه بيمثل هيبة الصهاينة. شو رأيك هلا؟ على شو مختلفين لك يعني؟ قلت لك يا مختار، مختلفين على الأسلوب. لو بقينا ننفذ كل أوامرهم ونطيعهم طاعة عمياء بدون أي حد ولو الحد الأدنى من التمرد والمقاومة، رح نصير مثل كلاب وحيوانات السيرك. سهل التحكم فينا وترويضنا. وقف بيوقف، ارقص بيرقص، اقعد بيقعد، نام بينام.
وهذا الشيء اللي بدهم اياه يا مختار، كسر ارادتنا وترويضنا. وبشو كان بدنا نقام؟ شو في بايدينا تنواجه الرشاشات والدبابات والطائرات؟ احيانا المقاومه والتمرد والمواجهه بيكونوا بالعقل والحكمه، والعقل والحكمه بأمنوا السلامه مع احترامي لحكمتك مولانا. وعموما نحن ما انسحبنا الا بناء لرغبه الاستاذ عاصي ورجب. يعني ما نفذنا اللي بدهم اياه. هيدي هي الحقيقه. بعدين الاستاذ عاصي هو كان بده يرجع بيروت، هيدي رغبته. ورجب مو بعد 3 شهور بس رح يرجع. يعني ما في خلاف بينك وبين المختار؟ كل واحد عنده وجهه نظر بمعالجه الموضوع يا منصور. بيجوز بس خليكم متذكرين، يلي بينفذ اوامرهم اول مره بالمره الثانيه رح يطقطق راسه، وبالمره الثالثه رح يحني ظهره مشان يركبوا عليه. يعني كل الخلاف من شان تركت الضيعة وجيت تعيش هون ببيروت؟ من شان صفيت كل املاكي بالضيعه. عفوا خال، بس ليش صفيت كل املاكك بالضيعة؟ ليه ما تركت لك شي شقفة ارض او حتى بيت مثل العادة؟ كنت بحاجه لكل فرنك تبدا تجاره ببيروت واشتري بيت واصرف على نهى وفواز بالجامعه، بس ما كان هيدا السبب الرئيسي مع بيك. الخلاف كان على مين بده يشتري ارضي وبستاني وبيتي. ابوك عرض مبلغ منه كافي للي كان عم بخطط له خالك. شكرا. بابا كان بده يشتري؟ هيدا اساس الخلاف. ومين رجع اشتراه؟ ادهم بيك ابو الراغي. طولي بالك يا محاسن، اشكري الله انه اجت على الابعاد. هيدول مثل الكلاب اللي ما بتفكر قبل ما تعض. وبعرف ليه حاسه ما رح اشوف رجب مره ثانيه. لا سمح الله، ليه هالفعل السيء؟ اعتبريه سافر عند اهله او عنده شغل مهم بطرابلس، مثل ما صار من 2 سنين وغاب عن الضيعه 6 شهور. ما حدا بيعرف شو رجب بالنسبه لي. بنعرف، جوزك وحبيبك. جوزي وحبيبي ورفيقي وابني وعمري كله. انا حاسه فيكي يا محاسن، حاسه فيكي بقوه، لانه هيدا الشعور جواتي، الشعور بفقد الحبيب والصديق والابن والعمر كله. شو رح يصير كل واحد عم بيغني على مواله؟ ما تركتوا لي شي يقولوا عن غسان. يا الله يا ستار. شو جاهزين يا صبايا؟ جاهزين مختار. حددوا وقت الابعاد؟ بعد نص ساعة، وترجيتم تتودعوا محاسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو؟ خلص يا ابو ماي؟ هيشحتونا؟ رح رافقكم لحدود الضيعه. بالنسبه للاغراض اللي قلت لك عنهم جبت لي اياهم. انت ممنوع تاخذ ولا غرض. وانا؟ انت سمحولك. محاسن جابت لك شنطه ثياب موجوده عندي بالمكتب، وهي جاي تودعك. استاذ عاصم، على كل حال خلي لهم كل اللي بالبيت، بركي اذا قريوا اللي كتبته عنهم بيتعلموا منه شيء. رجب، خفيف نضاف، مش هيك يا ابن عمي عندكم بتقولوا؟ محاسن؟ رجب ما تحكي، خليني اطلع بوجهك واشبع من عيونك. هالشهور ما رح تنحسب من عمرك. لا لازم تنحسب من عمري ومن عمرك ومن عمر هالوطن الطيب. خصوصياتنا وذكرياتنا الحلوة بزمن القهر والاحتلال، بزمن الأوغاد، رح تبقى وتنحفر بتاريخ الوطن. يلا السيارة جاهزة.
حتى هالغرفة رح اشتاق لها. ناطرك. رح اشتاق لك. وانا كمان. أيام سودا عم تعاندنا، تقسى تقربنا وتبعدنا، منضيع منعاني نتخيل، وفكرة حزينة حزينة عم تراودنا، منسافر بهالأرض ومنرحل، نحنا مع المجهول موعدنا، ومنضل من كتر القلق نسأل لوين بهالأيام رح نوصل، ولوين بدها لوين بدها بعد تاخدنا. المنشط رح يكون تشكيل جبهة الإنقاذ في اجتماع اليرزي. والعناوين الفرعية؟ تحت المنشط، يعني تحت العنوان الرئيسي عنوان فرعي: الدعوة لمؤتمر مصالحة وطنية في الطائف بإشراف عدد من الدول العربية. بدي نحط على يمين الصفحة صورة لمعتقل أنصار جديد. نضيف لهالخبر إنه عدد المعتقلين بمعتقل أنصار الجديد صار أكثر من 4000. سمار؟ تفضلوا على شغلكم، تفضلوا. منمسي. يسعد لي هالمسا، يا أهلا. متفاجئ إني جيت هلا؟ بهالقصف مغامرة. مع إنه في وقف إطلاق نار. هش. واجتماع الرئيس سركيس مع لجنة الإنقاذ الجديدة، منه ضمان لاستمرار وقف إطلاق النار؟ يعني شو بتشربي؟ ولا شيء. سمار، عندك أخبار عن الأستاذ عاصي؟ يا ريت. ليش جيتي هلا؟ شو بتتوقع؟ اشتقتي لي. الشوق مأجل مع كل شيء حلو بهالبلد. عندك مقال جديد. عندي أحباط. سمر، البلد كله عنده أحباط. أو لك مين اللي بده يطلع له الحصة الكبيرة من قلب الجاتور؟ 100 مرة قلت لك أنا بختلف معك بهالتسمية. لبنان منه قالب كتو، ويلي بيفكر ياكل الحصة الكبيرة لحاله راح يغص ويمكن يختنق. نيال اللي معه مصاري يشتري مولد كهرباء. ليه ما عندك مولد بالبيت؟ أكيد، بس اللي ما معه ثمن اللوكس أو الشمع شو بيعمل؟ سمار، شو بدك بالتحديد؟ شو سبب هالزيارة؟ هالمقال بعرف خطورة الوضع وخطورة كل كلمة بتنشر، إنما الحرب منا آلة عسكرية وبس. فضيحة بصفقة مولدات الكهرباء، عنوان مثير. المضمون أهم. هالمعلومات أكيدة؟ أنت بتعرفني منيح. يعني إحدى شركات أدهم بيك استوردت هالكمية الهائلة من المولدات قبل الاجتياح ب10 أيام؟ وهالمعلومات موثقة عندك بالصور والمستندات والأرقام. سمع، شو معناته هالحكي؟ إن اللبيب من الإشارة يفهم، يعني إنه ثمن مولدات الكهرباء عم يرتفع كل يوم ومعه ثمن البنزين. بجوز أدهم بيك استقرأ هالمرحلة، خصوصاً إنه عنده علاقات مع كبار المسؤولين بتمكنه إنه يعرف شو عم بيصير وبيستغل هالشي. سمر، بهالزمن هيدا التجارة والاقتصاد مرتبطين عضوياً بالسياسة واللي عم بيصير على الأرض.
والتاجر ورجل الأعمال يلي عنده اتصالات ونفوذ بيقدر يعرف شو بده يصير وبيستغل هالشي لمصلحته. وما خفي كان أعظم. شو بتقصدي؟ قرأ المقال وأنت بتعرف كل شيء. ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت من دمعي أمي من دمعي أمي. ابراهيم بركات. ابو علي. يلا. هذا انا. ايه وهذا انا. شكرا. عنك ابو علي. مولد كل يوم. يلا هيدا خير الله يا شباب. يا شباب نحن لازم نظهر. الله كريم. تترجع الامور طبيعيه ويصير في عدليه. لا ما راح ننطر شيء. قصدك نهرب يعني؟ وقت صار ذكروه. درويش. ما في حدا قريب. نحن كل الليل عم نفكر كيف بدنا نطلع من هون. بس الهيئة لسه مطولة. لازم نهرب. طول بالك يا ابراهيم، الهروب منه سهل مثل ما انت مفكر، بس منه مستحيل بهالظروف. يا ابو علي راح جينا شوف بنتي. عن جد في طريقة نهرب فيها يا ابو علي. دولنا بالتسليم. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيكم. تفضل. يعني كشروا عن نيابهم وضلوا ورانا لا بعدونا. هيدا أكتر شيء فيهم يعملوه. نحن عندك ضيوف اليوم بدون استئذان، الدنيا ليل وبيروت عم تنقصف. اهلا وسهلا فيكم، السيدة نورت بوجودكم. الله يخليك. رح قوم حضر لقمة عشاء من حواضر لا البيت. لا لحظة. في شيء أهم نحكيه من العشاء هلا عود. خير إن شاء الله. عفوا بس قبل حضرتك لوحدك بالبيت؟ أنا عزاب وساكن لحالي. عاش. فإذا دلني على طريق المطبخ الله يخليك، لأنه بدي فنجان قهوة مزبوط، راسي رح ينفجر. قبل 3 فناجين قهوة. غالي والطلب رخيص يا ابن عمي. الله يخليك. بالإذن. معقول هالحكي صار لنا يومين بلا مي؟ يا خي بدنا نغسل. لك نتشطف. خمنا. انتوا شو مفكرين حالكم بأوتيل؟ إذا كانت البيوت ما فيها مي، منين بدنا نجيب لكم مي؟ لك صار لنا أكثر من أسبوع مقطوعين من المي بالسجن. مقطوعة بكل بيروت، لا كهرباء ولا مي، بيروت كلها محاصرة. شو في عم تتخانقوا انتوا ابو سمير؟ يا خي وين؟ جيت والله جيبك، دبر لنا شيسات المي الله بيوفقك. رجعوا لورا. هذا هيدي لك ابراهيم. هي قول له لجماعة ابراهيم ما بدنا اكل، بدنا مي. راح خبرهم خاطرك. لحظة إذا بتريد، هيدا الأكل ما بدي. هيدا مش اكل. شو لك؟ هدول تياب وغيار بجنة الرياضة. تياب؟ هات ابراهيم. يا ايوه شو ماركة أصلية كمان؟ رجيت شو؟ لا مزيان دغليب تبع الزواج. يعني مين بيعرف القياسة تبعت لك الغلطات؟ لك بلكي لما كنت ببيروت بعثت لك اياهم. لا يا خيي لا، لو امي ببيروت ما كانت تتحملت نهار الا وكانت طلعت تصريح واجت، انا بعرفها. عفادي ابراهيم روح. بلا اخواتك هلا ايه؟ عفادي شو في؟ من هلا وبالرايح مش رح اقبل اي غرض الا من ايدي اللي جايبهم شخصيا. بدي رجع له اياهم.
بدك شي قبل ما نام؟ سلامتك. خالي ومرت خالي وين؟ قاعدين جوا. تقعدي معي شوي رنا. صار لك ساعتين قاعد هون لحالك. قلقان كتير. على أهلك بالضيعة؟ وعلى اشياء كتيرة. وأنا مثلك مش قادرة اتصل بأهلي بالشام، الطرقات مقطوعة. صار كل شيء مقطوع ومخيف بهالبلد. صحيح انك تعينت بمكتب المدعي العام؟ عفوا بعتذر، هيدا سؤال شخصي ما كان لازم اسأله، بس هيك سمعت من خالتي بعد مكالمتك مع ادهم بيك. بس ولا حدا قال لي مبروك بعد. مبروك. هيفا، انت هون وتركتيني لوحدي والبيت مليان ضيوف؟ كنت جاي ماما. يلا، شيخ عبد الرحمن وصل وما بده يشرب القهوة إلا من إيدي. عمي أبو غسان هون؟ معلوم، وأول ما وصل سأل عن كنته. وديع، اهلين ريجي. كنت رايحة لعندك. ماني فاضي هلا، ابو فادي بعت وراي ضروري. شوفك بعدين. ويقال أن سالي على علاقة بإحدى التنظيمات اللبنانية وتزوده بمعلومات مهمة.
بقى هيك وديع، يا ترى شو السر؟ أكيد في شي بيناتهم، أكيد في شي، أكيد. وبدي شي بارد معهم. حاضر ست كارم. قد ايه بدهم وقت يخلصوا؟ شي نص ساعة. طيب اوكي، اعطيني قهوة تكون خلصتوا. حاضر ست كارم. ريجي ريجي. بونسوار. بونسوار. لحالك أما وديع معك؟ لا لحالي. لكني قاعدة، أنا كمان لحالي، ناطرة أكل صغار. جرسون جرسون. خلينا. شو بتحبي تشربي؟ قهوة. أعطيني واحد قهوة. ريجي، منك طبيعية أبداً، احكي من شان ترتاحي. كذاب، واطي. غدي قال لك أنه ما بحبك؟ شفتيه مع وحدة تانية؟ الوضع معقد أكتر من هيك بكتير. لكن فهميني شو الوضع؟ ما بعرف، ممكن يكون شفته مع وحدة تانية بس ما بعرف إذا في شي بيناتهم ولا مجرد شغل. شغل؟ لو كان هو بطل يحسسني إنه بحبني مثل الأول. يمكن يكون هيدا كله وهم. لا، هيدا مش وهم. ريجي حياتي، الست لما بتحب رجال لدرجة كبيرة بتكبر أوهامها وبتفسر أي تصرف أو أي كلمة لإله حسب وهمها. هيدا مش وهم، هيدا حقيقة. نحن جاهزين لأي اقتراح يا شيخ أبو غسان. يا اخوان، انا شايف انه نكمل اللي كان رجب عم يفكر فيه. أنا مستعد ساهم بأي مبلغ تنعيد بناء بيتها لمنى. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. يا جماعة الخير، الموضوع منه موضوع مصاري. لكن موضوع شو يا شيخ أبو غسان؟ انا فهمت شو بيقصد الشيخ ابو غسان. طيب فهمنا. الشيخ ابو غسان بيقصد انه بدنا حدا يفهم بالعمار والبناء حتى يشرف على المشروع وتنفيذه. صدقت يا سالم، هيدا قصدي. أنا عدم المؤاخذة أستاذ، حضرتك درست التعليم. يعني ما بتفهم بالعمار والهندسة. بيفهم. ما تنسوا يا جماعة إنه هو اللي أشرف على بناء بيتنا، وكمان عندي اقتراح. ابن خالته لفريد مهندس معماري، وهي حدنا ساكن بضيعة قريبة، منجيبه يشرف. أنا إلى جانب إني درست التربية ووسائل التعليم، درست فن الديكور وهندسته. خلينا مع المهندس ابن خالتك. اقتراح أبو فريد معقول ومقبول، وأنا بساعده. كلنا رح نتعاون على التنفيذ. يا ترى الرسمة اللي كان راسمها رجب وينها؟ أكيد بتكون ببيته. أنا ما تركت بيت أهلي وجيت لهون تشردي هيك كل الوقت. تصدقي حاسة هالبيت مثل القبر بدون رجب. ما بقدر لومك، هيدا إحساسي لما سجن إبراهيم. حسيت إنه بيوت الضيعة وطرقاتها وحتى بساتينها صارت مثل الكهف الفاضي، ما شيء له هيئة ولا معنى. حتى صوت العصافير ما عدت اسمعه مثل لما كان إبراهيم موجود. إحساسي بفقد رجب أكبر من هيك بكتير. أنت ما بتعرفي لرجب. رجب برغم عنفوانه وحماسه وعلمه طفل كبير بحاجة دايما لمين يحضنه، يرتب له غراضه، يزعله، يفرحه. بحسه مثل ابني، الابن يلي الله ما طعمني اني اجيب له اياه لحتى يكون ابنه ورفيقه وخيه. هيدا حكمة الله. ما بعرف ليش أنا بالذات من بين ملايين ستات العالم طلعت عاقر ما بخلف. حبيبتي يا محاسن، يعني لو كان عندك زوجة مثل محاسن كنت اشتقت لها من امبارح. وشو بدك تعمل بهالثلاث اشهر اللي جاي دخلك؟ بتصدقني اذا قلت لك يا ابن عمي؟ طبعا.
هالثلاث اشهر رح اعيشهم بلاها مثل اليتيم. ما أحلى إلا أنا وياك وضعنا مختلف. بهالأيام أريح. انا عندي سؤال ما عم يخرط براسي. يا عمي انتوا ليه بعد ما تجوزتوا لهلا؟ نحن تفضل خي عاصي جاوبوا. نحن يا أما الزمن سرقنا يا نحن نسينا. نسينا ولا الهيئة الحديث صار حساس، رح اترككم تحكوا على حرية. لا أبدا أبدا. عود. جوابا على سؤالك، نحن الاثنين حبينا أمر واحد وما قدرنا نقسمه. فهمت عليك يا ابن عمي. شو فهمت؟ ولا القمر. يا عيني على هالرجب شو قوي. وحربوق كمان. ما هن بيقولوا مع ضوء القمر بيحلى شو؟ السهر والسمر كمان. تكرموا. سجون بيروت صار فيها مي معدنيه؟ انا ما الي حدا هون، ومثل ما صار امبارح مش رح اقبل اي غرض الا ما اعرف مين. بدك تروق شوي، هاي مي معدنيه وغلي سعرها بالاحداث، ما هيك يا ابو فادي؟ مظبوط. لا يعني لا. ابراهيم مرقها هالمرة بدنا نغسل وجهنا يا خي عفنا. ابو فادي بتحملهم هلا وبتاخذهم، مش رح اقبل اي غرض الا ما اشوف مين جايبه. يلا. فريد مزبوط هالخبر اللي سمعته من بيي؟ أي خبر؟ ابن خالتي محمود جاي يشتغل هون بالضيعة. ما رح يشتغل بالضيعة. ما بيك خبرني انه اتفقتوا على هيك. اتفقنا انه يشرف على إعادة إعمار بيت مرته للمرحوم زياد ياسين وبس. فريد نعم. انت ليش بتكرهه لمحمود ابن خالتك هالقد؟ خيك فريد كل عمره هيك. بيي من وقت ما تفوق علي محمود وفات على كلية الهندسة بيي قلت بلا هالسيرة اعمل معروف. بس محمود بحبك كتير، صدقني فريد. بحبني أنا ولا؟ ايه شو فيها؟ إذا بريد بنت خالته وبنت خالته بتريده. اللي بتسلم لي يا بيي. فيها إنه رجال مجوز، وأنا ما بقبل إنه أختي تاخد واحد مجوز. بس مرته ماتت من سنين. بس عنده ولد. اللي بربي اليتامى له ثواب عند ربنا. اسمعي يا نور، هذا الموضوع حاسمينه من زمان. طالما أنا عايش ما رح تتجوزي محمود. فريد بيك بعده عايش. اوعك تفكري إنه إذا إجا على الضيعة رح تكون الأمور فلتانة. عيب هالحكي يا فريد، أختك مربية وبنت بيت. يعني حتى الحكي العادي معه ممنوع. هلا بسام، ما تبخزني بخاف عليك. الله يعينك ادهم بيك. شرف تفضل. التعيين؟ خليت وزير العدل يوقعه بتاريخ سابق للاجتياح. ما بعرف كيف بدي اشكرك ادهم بيك. بدون ما تشكرني. تروقت؟ ايه نعم. طيب شو بتشرب؟ اللي بتريده. اعطونا 2 قهوة. شوف بسام، هالتعيين مرتبط بروقان الحالي بالبلد. وقد ايه بده الوضع ليروق؟ يعني الوضع ممكن يروق لو البنود المطلوبة اتنفذت. مثل شو؟ يعني مثل خروج قيادات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان نهائيا. مش معقول. ابو عمار ما راح يوافق ولا الاحزاب الوطنيه. هلا شفت رئيس الحكومة وفهمت منه انه هيئة الانقاذ رح تبلغ ابو عمار بهالشيء. انا امبارح سمعت ياسر عرفات عم بيقول انه ما راح يترك بيروت ولا بيترك المخيمات بدون حمايه مهما صار. رح تتشكل قوة فرنسية أمريكية متعددة الجنسيات بتقوم بحماية المخيمات. وإسرائيل رح تفك حصار بيروت؟ نعم، ورح تنسحب بس بشروط مع الدولة اللبنانية. طب والحكومة اللبنانية والرئيس ساركيس وافقوا؟ شكرا. هالمفاوضات ما رح تتم إلا مع العهد الجديد. يعني بتقصد إنه انتخابات رئاسة الجمهورية رح تتم بموعدها بأيلول؟ أكيد. ومين مرشح غير ساركيس؟ واضح إنه واحد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، يعني واحد من رؤساء الأحزاب اللبنانية الموجودة على الساحة. عفوا مرحبا أنسة إيمان. أهلا وسهلا. شو في إيمان؟ جريدة الضمير عدد اليوم، رأي إذا بتريد اللي علمت لك عليه. معقول هالحكي؟ مين هي سمر؟ أنا
تاجر بارواح الناس ومصيرهم؟ انا بستغل عظمه لبنان لمصلحتي؟ كذاب يلي يقول هالكلام ادهم بيك. انا بدي اعرف من وين جابت هالسمرة الاسرار. انت مسؤوله عن هالمكتب واسراره. اسرار مهمه؟ انا امرت باجراء تحقيق عاجل. هيدا ما بكفي، ما بكفي. تفضلي على شغلك، تفضلي. بسيطة يا بلال، انت وجريدة الضمير تبعك. انا رح اعرف كيف ادبك. والليلة نحن ضمير الكون والتضحية نحن نور الكرامة لو صور ملامحنا نحن